السلام عليكم. دي أوكرانيا، جنوبها البحر الأسود وبحر أزوف وشبه جزيرة القرم، شرقها روسيا، شمال شرقها روسيا، وشمالها روسيا وبيلاروسيا، غربها بولندا وسلوفاكيا، المجر في الجنوب الغربي، ورومانيا ومولدوفا في الجنوب من ناحية الغرب. قلت لكم قبل كده إنه الدولة طولها من الشرق للغرب حوالي 1300 كيلو متر، ومن الشمال للجنوب حوالي 500 أو 600 كيلو متر. أوكرانيا هي أكبر دولة أوروبية من ناحية المساحة بعد مساحة روسيا العملاقة. يعني لو نظرت للخريطة هتلاقي إن كل دول أوروبا الموجودة شمال وغرب أوكرانيا مساحتهم أقل من أوكرانيا. مساحة أوكرانيا 603 ألف كيلومتر مربع، ويليها فرنسا بحوالي 550 ألف كيلومتر مربع. لكن مساحة روسيا 17 مليون كيلومتر مربع، منهم 4 مليون داخل قارة أوروبا، و13 مليون الباقية داخل قارة آسيا. عدد سكان أوكرانيا حوالي 45 مليون. يلا اعمل لايك للفيديو وانزل اشترك في القناة، وتعالى نتفرج سوا على بعض المدن الأوكرانية ونشوف جمالها وحلاوتها. مدينة كييف هي عاصمة أوكرانيا، وموجودة في وسط شمال البلاد، وهي أكبر مدينة في البلاد. مدينة خاركيف هي تاني أكبر مدينة، وموجودة شمال شرق أوكرانيا على مسافة 30 كيلومتر فقط من الحدود مع روسيا. زي ما انتم شايفين، معظم المدن الأوكرانية جميلة ونظيفة. أوكرانيا جميلة جدا في الصيف، ولكنها كئيبة وباردة في الشتاء. دي مدينة خاركيف. لما اتمشيت في شوارع المدن الأوكرانية لاحظت إنه البنات هناك حلوين قوي ومالين الشوارع، تحسهم أكتر من الرجالة. ولاحظت إن المدن مليانة بالمباني الجميلة التاريخية. توجد مدينة أخرى قريبة من خاركيف اسمها سومي، وأيضا على بعد 30 كيلومتر فقط من الحدود الروسية. دول واقفين يشربوا سجاير. أنا أكره السجاير جدا. واضح إنه مدينة سومي مش على أرض مستوية، وده مشهد تاني لمدينة سومي. هي البلد في الصيف بتبقى واخدة راحتها شوية، لكن في الشتاء مفيش شمس. وزي ما انتم شايفين على الخريطة، أوكرانيا كلها أرض خضراء، لأنه المطر بينزل عليها طول العام، ومليانة غابات وشجر وزرع. مدينة نيبرو هنا على نهر نيبرو في وسط شرق أوكرانيا. دي مدينة زابوروجيا على نهر دنيبرو، اللي فيها أكبر محطة نووية في أوروبا. المحطة النووية تبعد عن المدينة 55 كيلو، وموجودة على ضفة النهر. هي دي المحطة. مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا هي ميناء هام على بحر أزوف. أما محطة تشيرنوبل فموجودة شمال كييف بحوالي 100 كيلومتر قرب الحدود مع بيلاروسيا. مدينة ميليتوبول قريبة من بحر أزوف. الشعب الأوكراني بصراحة من أطيب وأجمل شعوب العالم. مدينة خيرسون قرب مصب نهر دنيبرو، وقربها مدينة ميكولايف. أما أوديسا فهي أكبر مدينة أوكرانية على البحر الأسود، وهي ميناء هام ومنتجع هام للأوكرانيين. كل المدن الأوكرانية تقريبا مربوطة بشبكة قوية من قطارات السكة الحديد. دي محطة قطار أوديسا مثلا. نتجه للغرب هتلاقي بلد جميلة اسمها فينيتسا. شايفين شياكة وأناقة المرأة الأوكرانية؟ والشوارع حلوة وفيها نظام ونظافة. في مدينة في الشمال الغربي اسمها ريفن. أما مدينة لافيف موجودة غرب أوكرانيا على بعد 60 كيلومتر فقط من الحدود مع بولندا، فهي من أجمل مدن أوكرانيا، ويظهر إنه بيجيلها سياح كتير. وتوجد مدن أخرى في أوكرانيا زي تشيرنيهيف وتشيركاسي وبولتافا وكريفيري. نتمنى تنتهي الحروب في أسرع وقت ممكن، سواء في الشرق الأوسط أو في أوكرانيا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.